السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل طريقة للفراخ المشوية سهلة جدا، ما بتاخدش وقت، طعمها جميل قوي. تعالوا اقول لكم المقادير. انا دلوقتي هجيب فرخة 2 كيلو، هنغزها بالسكينة كده من الصدر من الوركين. علشان انا عايزة اللحم كله هيتبل بالتتبيلة اللي انا هعملها. تمام كده. انا جبت بصلتين كبار، بشرتهم وهنزل عليهم بملح وفلفل. انا هاخد نص بس البصلتين، يعني هاخد بصلايه هعملها مرتة، هنزل عليهم بالملح والفلفل. وكل ده هنزل عليه بالفرخه من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، ومن ظهرها كله. الفرخه المشويه علشان تدينا طعم وتست حلو قوي لازم نعمل الحركه دي. غير كده كمان انا بعملها في الفراخ البلدي كمان. لو انا هسقطها في الشوربه، هسلقها، يعني بتبقى برضو طعمها جميل قوي وريحه وطعم حلو جدا. انا كده حطيت البصل والفتحات اللي انا فتحتها دي بنزل عليها. انا عايزه اللحم كله يتشرب من التتبيله دي. دلوقتي هجيب ربع كوبايه خل، بما يعادل معلقه او معلقه كبيره او معلقه ونص صغيره. طب ليه الخل بيدوب الفراخ، بيديها مزازه حلو جدا. في نفس الوقت لو في زفرة او في حاجه بيشيلها. انا كده قطعت 2 طماطم و2 فلفل اخضر و2 فلفل حامي. تمام كده. انا لقيت الطماطم كتيرة، بس انا الاول دلوقتي هحشي الفرخة بالطماطم والفلفل ومن تحت الجلد. انا عايزة اللحم من جوه يشرب من الطماطم ومن الفلفل. انا كده دلوقتي لقيت الطماطم اكتر من الفلفل، هقطع كمان فلفلاية كبيرة رومي. بصوا بقى الفرخة انا عايزاها التتبيله دي كلها بتدي طعم حلو قوي. طبعا انا لسه هنزل بالليمون، وهنزل كمان بالثوم. آه انا جبت دلوقتي بقيه البصل، هنزل على الفرخه ان الفرخه بتبقى محتاجه بصل كتير قوي مع التتبيله ديت، حلوه جدا. انا جبت بقى قرن فلفل كمان قطعته. طبعا هدخله جوه طبعا في التتبيله. وهجيب 3 فصوص توم ناعمين، انا هقطعها فوق الجلد بس، وحطاه كمان في التتبيله. كل اللي في الصينيه ده هحطه في ورق في كيس حراري. دلوقتي انا جبت ليمونه عصرتها. حلو قوي الليمون مع الخل في تتبيله الفراخ، بتديها مزازه وطعم حلو جدا. وخدوا بالكم كمان بيديها كمان احمرار للفراخ. دي حاجة اختياري اللي انا عملتها ديت. انا حطيت روزماري وحطيت حبهان وحطيت كمان ورق لورا، ده اختيار. بس انا في ناس ما بيحبوش الحاجات العشبية دي. انا هجيب دلوقتي كيس حراري، هقطع فيه بطاطستين كبار، قطعة تخينة، وهقطع فيه كمان الجزر برضو قطعة تخينة، وبسلة. ده اختيارات، بس انا عملته كده لان انا عايزة تكون الفرخة بالخضار. بصراحة التتبيلة دي حلوة جدا وعادية خالص، ما فيهاش اي حاجة. انا ما حطيتش توابل فراخ ولا حطيت اي حاجة. انا عايزة الفرخة تتشرب من الخضار وتتشرب من الطماطم والفلفل والثلاث فصوص الثوم. تمام كده. انا نزلت بالبطاطس والجزر مكعبات تخينة، لانها على ما تستوي الفرخة تكون هي استوى. ونزلت بقية البصلاية كده فيها بالملح والفلفل، وحطيت الفلفل الحامي. وبعدين هنزل بالفرخة
وهنزل بالطماطم والفلفل. وهنزل كمان حطيت كوباية بسلة. برضو الحاجات دي اختيارات، بس انا عشان بعمل خضار فانا قلت هدخل كل الخضار اللي عندي مع الفرخة. بصراحة طلعت ريحتها جميلة جدا. طعم الخضار مع الفراخ، الخضار ده يعتبر سوتيه مع الفرخة. انا حطيت الفرخة كده مع البطاطس مع الجزر مع طماطم مع كل المحتويات دي، واحطها في الفرن ساعة الا ربع ساعة، وهتطلع بالشكل ده. عملت جنبها رز ابيض، وكان عندي ملوخية عملتها. بصوا دايبة دوب بصراحة، طعمها وهمي جدا وما خدتش وقت، وبألف هنا وشفا.